والآن مع السيدة ملكة مختاري متحصلة على الجائزة الأولى في مسابقة الأولمبياد الدولية بتونس للمخترعين. أهلا بك سيدتي. أهلا. إذا سيدة ملكة مختاري، أنت قمت باختراع سوار خاص أو يسهل على الطبيب الكشف على حالة المريض ويسهل عليه أيضا الكشف على ملفه الصحي. اشرحي لنا المزيد حول هذا السوار. السلام عليكم، مساء الخير الأخت. أنا سيدة ملكة مختاري، مخترعة وأم لأصغر مخترع في الجزائر، زوجة مخترع ورئيسة مكتب ولائي لمنظمة المبدعين والبحث العلمي لولاية بومرداس، والأمينة العامة للمكتب الوطني لنفس المنظمة. احنا كعائلة مخترعين عندنا 22 اختراع، من بين 22 اختراع تاعي اللي هو سوار الكتروني. يعني اذا هذا الاختراع من بين 20 اختراع 22 اختراع انت والعائله يعني كيف يعمل؟ حدثينا اكثر عن هذا السوار. هذا السوار هو عباره عن جهاز خاص بالامراض المزمنه، يجي في المحصن تاع اليد في البواني، فيه امبغاسلي بماده البلاستيك لتفادي اي تسربات او رطوبه داخل المكونات الالكترونيه. فيه فيشر اللي هو هاوليك، فيه دي كومبوزون الكترونيك كل واحد عنده الدور ديالو، وفيه سيستم يو اس بي فلاش ديسك اللي بفضله يطلع المعلومات. يعني يتم برمجه معلومات خاصه بهذا المريض. نعم، عن طريق اليو اس بي يقوم بنقل. نعم ويمشي بسيستم بلوتوث. يعني تكون فهمت دوك في حاله اذا الانسان ما كان مريض، نعطيك مثال، مرض مزمن ديابيتيك ولا هايبرتوندو او في حاله غيبوبه، اولا اللون تاع المعصم، خاطش كاين الوان اللي ديابيتيك عندهم الوان، لي تونديال عندهم الوان، الهايزايمر عندهم الوان، انسي دو سويت. دونك نقولوا حنايا مثال اللي عنده السكري اللون تاعو الاخضر. غير تشوفي انسان عنده معصم ديالو فيه لا كولور فيرت مع تاع الرمز تاع الصيدلي، يعني نقدروا نتفاداو الصيدلي، ولكن باش نقدروا نفرقوا، لان الموضه الالوان تاع الموضه تاع الساعه نقدروا نطيحوا، ولكن كي يكون هكذايا نديروا الاسعافات الاوليه لهذا المريض. اولا نعطوا له الدواء تاعو، وثانيا كي ندوه للمستشفى في حاله حرجه يدخل عند الطبيب ما عنده حتى معلومات على هذا المريض، ما عنده حتى واحد جا معاه. واش يدير طبيب؟ تصعب له المهمه، وهذاك المريض راه يتكومبليكا الحاله تاعو، قادر يتعرض للموت. يسوفي كو الطبيب يابويي على لو بوتون تاع الزر تاع السوار. اولا الاخضر يعرف لا مالادي تاعو، يعني مع الاشهار وكل شيء يعرف. يعني اللون راح يكون على حسب المرض. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم في العدد السابق من برنامج بلاد تك أن نستضيف أصغر مخترع جزائري، وبالفعل هو حاضر معنا في الأستوديو عباد رضوان، لم يتجاوز سنه 13 سنة. أهلا بك رضوان. أهلا بك وشكرا على الاستضافة. إذا رضوان، أنت قمت باختراع ممهل ذكي، حدثنا أكثر عن هذا الاختراع. هذا الممهل عبارة عن اختراع العصر، وهذا الممهل في الصباح كي يجوزوا طوموبيلات يتشارجا، يخزنهم في البطارية تاعو، وفي الليل كي يهبط الليل يتشعلضوا. كيف جاءتك هذه الفكرة لاختراع هذا الممهل الذكي؟ هذه الفكرة جاتني عندما كنت دارت باراسيون، وكان الجرح تاعها جديد، كنا نمشيو في الباكا نسوق حتى صوتها فكت وطلعنا، حتى عاودنا دينا الاستعجالات. يعني هذا الممهل الذكي يقوم بالشحن في الصباح، يقوم عن طريق مرور شاحنات أو سيارات عليه، يقوم بشحن الكهرباء، وفي الليل يقوم بالإضاءة. يعني يمكن رؤية هذا الممهل الذكي عن مسافة تبعد عن 200 متر. خلال صنعك لهذا الجهاز أو هذا الممهل الذكي، هل تلقيت مساعدات من الأصدقاء، الأقارب؟ الفضل الأول يعود لله، والفضل الثاني للأب تاعي اللي ساعدني باش ندير هذا البروتوتيب، والفضل الثاني نقول للأم تاعي لأن هي طلعت لي المعنويات تاعي. إذا رضوان، ما هو الهدف الأساسي من وراء صنعك لهذا الجهاز؟ يعني ما هي الفائدة التي ستنعكس أو التي ستعم على المجتمع؟ الهدف أولا ينقص من حوادث المرور، لأن نسمعوا بزاف مصر حوادث مرور. أما الهدف الثاني زين المدينة، وقادر تشوف الضوء تاعو من 200 متر وتنقص من السرعة.